السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب يرزقكم الخير والسعادة والرزق الزيادة والجاه والمال وراحة البال يا رب دايما ان شاء الله بإذن الله. بعد هزيمة الزمالك من الإسماعيلي والفضيحة اللي حصلت، هسمعكم رضا الهجاص وهو بيهاجم مرتضى منصور وبيقول ان هم خلصوا على النادي وسابوه خربان من 15 سنة لحد دلوقت. ورضا بيقول له يا سيادة المستشار، وبيقول وبيعيد. ولكن لما شلوا الورقة ام 3 جنيه اللي مكتوب عليها حديقة رضا عبد العال، وقال له يا ابو زنوبه انت جاي من البلد حافي وما ادراك من الكلام ده كله، ده مش عاوزين نكرر الموضوع لانه كله موجود على القناه التانية الهلال سبورت. الكابتن رضا اول مره ضميره يصحى. هو ضميره ما صحيش لسه على الاهلي، هو صحي على مرتضى منصور. ضميره صحي على مرتضى منصور وبدا يهاجمه. بس قبل ما اسمعكم كلام رضا عبد العال قال ايه وعاد ايه، معايا فيديو او مش فيديو، انا هقول لكم ايه اللي حصل بالظبط، عشان يا جماعه ان ربنا ما بيرضاش بالظلم، ومهما الظالم يظلم لابد من يوم الحساب. ومهما تفترى على الناس بالكذب والضلال والتزوير وتغيير الحقائق، اعلم ان ربك لبالمرصاد. ومهما الظالم يفتري والمظلوم يجور عليه الظالم، لابد من يوم ان الظالم هيتحاسب حساب ربنا، والمظلوم هيرجع له حقه. المظلوم هيرجع له حقه. وعبرة الحياة مرتضى منصور واللي بيجراله واللي بيحصل له، ولما دخل السجن ولسه الدور على الباقيين هزازين الرؤوس الضلالية والمطبلطية. كلام كتير النهارده، وماتش الاهلي امبارح، ماتش الزمالك النهارده، وماتش الاهلي الاسبوع الجاي هكلمك فيهم كلهم النهارده. لكن خلينا بس نبتدي بالزمالك، اللي يمكن انا قلت في الانترو ان جماهير نادي الزمالك يعني ما عندهاش حاجه تقول ان انا زعلان عليها، لان كان عندها توقع في ان ده ممكن يحصل، سواء في ماتش زي ده او الماتش اللي بعده او الماتش اللي بعديه. هيحصل ان الامور مش مستقره. يعني حضرتك كنت متوقع النهارده الزمالك يتغلب؟ صراحة طبعا طبعا كنت متوقع بعد الأداء قدام بروكسي. لازم ترمي الفوطة. اترمت يعني يا كابتن؟ أيوه اترمت خالص؟ خلاص. جابوا ضرافها زي ما بيقولوا يعني. صراحة يعني، ومنهم لله اللي تسببوا في الكلام ده، واللي تسببوا في ضياع نادي الزمالك اللي هو واخد دوري سنتين ورا بعض، وتيجي لغايه شهر واحد هو ماشي اول مع النادي الاهلي بفارق الاهداف. فاكر؟ صحيح. ماتش اسوان، هو ربك ما بيسيبش، لان في حاجات كتيره اتعملت غلط، وكان في افتراء، ولاعيبه ما ترجعش، ولاعيبه تمشي، ولاعيبه لازم نسيبها، ويجيبوا لعيبه مش قماشه نادي الزمالك خالص، ومدرب عقيم، كان عقيم، ويمكن من السنه اللي فاتت وانا كنت بقول لك الكلام ده وانتم ما كنتوش مصدقين، وهو اللي خلص على النادي. والنهارده عمالين يطلعوا تصريح له يقول لك ايه، هو يعني هو بيقول لك انا مش خايف على نفسي قد ما خايف على، ما انت اللي خربت نادي الزمالك. انت انا خايف على نادي الزمالك؟ قال لك انا مش خايف على نفسي قد ما خايف على مستقبل نادي الزمالك. ما انت اللي ضيعت المستقبل. هو يهمه ايه يعني الراجل المدرب كلام بقى، كلام خلص ومشي. ما هم بقى بتوع السوشيال ميديا بيجيبوا بقى يعني الراجل ايه، كان سايبها وردي، كان سايبها متصدر، كان سايبها موصلك افريقيا واول دوري، ومش خسران لا كاس لوسيل ولا كاس السوبر المصري ولا كاس مصر قدام بيراميدز ولا موقفه في الدوري. ده ضيعك افريقيا قدامه ورا. يعني افريقيا طلعك منها ومش هتخشها السنه الجايه بالمنظر ده، مش هتخشها. واخد بالك؟ فطبعا واللي ساعد على كده المشرف اللي هو جاب الصفقات دي، اللي كنا بندافع ونقول لا مش هو امير.
لا مش هو، لا ده الراجل اختياراته وطلع كل الكلام ده اونطه وكل طلع الكلام ده كده. لا ده اختيارات اختياراته هو، وكان فرض على الراجل، والله اعلم ايه الاتفاق حصل عشان ان هو يوافق الراجل على الصفقات دي. لان الصفقات ما تلعبش مركز شباب اصلا. يعني واحد جاي من بيراميدز، 2 جايين لك من بيراميدز مكلفينك اكتر من 130 140 مليون جنيه، وهم ما بيلعبوش في بيراميدز. طب هات الراجل اللي اسمه توريه، هات رمضان صبحي، هات عبد الله السعيد، هات الكارتي. مش موافق على عبد الله، بس انت بتقول عبد الله افضل يعني في الحاله اللي فيها نادي الزمالك دي محتاجه. يعني انت محتاج واحد يعمل لك ربط بين الحته بتاعت نص الملعب واللي قدام. لا في ربط لا في قدام ولا في نص الملعب. في الحقيقه وانا بتفرج على الزمالك كابتن تحس ان مفيش اي حاجه، مفيش في افتراء يعني. ده بص، ده نتيجه طب المدير الافتراء. الفني شايفه مظلوم يعني يا كابتن؟ مظلوم مين؟ ده النهارده عمل تأليفه. بعد النهارده ده لازم يمشي، يساقوا العقد ويمشي. بتتكلم كل اللي بتقوله ده، ما هو يجي في الاخر هتقول حتى لو مين جه مش يا هيعرف حبيبي ماشي، بس مع الموقف. الف بكوره لاعب كل واحد في مكانه. انا عاوز اوجه لهم الرساله دي، وبقول لهم اسمعوا القضيه اللي حصلت دي في حته، بس بالله عليكم اسمعوها عشان خاطري، مش عشان اي حاجه. انا مش عاوز اي حاجه، انا عاوزكم تسمعوا القصه دي او القضيه دي اللي حصلت امبارح او اول امبارح عشان تاخدوها عظه لمن يتعظ. في منطقه اسمها كفر العرب في مركز فرسعود في محافظه دمياط، قريه بسيطه او يعني منطقه ريفيه. في طفل عنده 6 سنين فجأة اختفى. قعدوا اهله يدوروا عليه لما شربوا الويل ومصاريف وتواصل اجتماعي وعلقوا صور على الحيطان وما ادراك مفيش. قعدوا يدوروا عليه كام سنة يا شباب؟ 8 سنين قعدوا يدوروا عليه 8 سنين. بس لازم الحق يظهر، ولازم الظالم ياخد جزاؤه، ولازم المظلوم يرجع له حقه. ايوه ربنا اللي قال كده، ولا انصرنكم ولو بعد حين. ده مش انا اللي قلت، ده المولى عز وجل سبحان الله. المهم بعد 8 سنين ظهرت جثة الطفل. يا سبحان الله ولا اله الا الله. واحد جارهم هو شاذ جنسيا، شاب كان في الوقت ده عنده 19 سنة، وخد الطفل من الشارع وفعل معاه الجنس. الطفل قعد يتكلم وبتاع، خده ببيت مهجور جنب بيت الطفل بالظبط او بعديه او في نفس الشارع يعني. والطفل قعد يتكلم او يزعق او يصوت، حط ايده على بقه وخنقه وراح مطلع سكينة عطاله 3 طعنات، موت الطفل بعد ما مارس معاه الجنس. هو حد يقول لي القصة دي ملهاش دعوة، انت بتقدم رياضة، انت بتقدم قضية ليه؟ لا، ده انا بوريهم للظلمة والضلالية اللي بيفتروا على الاهلي ان هيجي يوم ويوم الحساب هيكون عصير من رب الملكوت والسماوات والارض، لان ربنا ما بيسيبش حد واللي بيفتري على الناس بالباطل واللي بيظلم الناس لابد ان ربنا بيجيب حق المظلوم. موت الطفل ودفنه في البيت المهجور، ما طلعش ريحه للاسف، كان فيه رمله كتيره وحاجات وبلاوي، يعني ايه حبك القضيه صح عشان ما تظهرش. وبعديها بقى 3-4 شهور خد بعضه وسافر دولة عربية. قعد في الدولة العربية 8 سنين. الشاب ده قعد مسافر لمدة 8 سنين، وبعد 8 سنين وصل جاء منطقة كفر العرب دي، ولكن مارس حاول يعتدي على طفل تاني، والاهالي مسكوه وعطوله علقة محترمة واستدعى الشرطة جت خدته. ولكن إرادة ربنا فوق كل شيء. في نفس ذلك التوقيت، أو الأسبوع اللي رجع فيه الجاني من الدولة العربية، واحد اشترى البيت المهجور
وبدأ يفحر ويعمل أساسات وبتاع، وهو بيحفر لقي جثة الطفل بس هيكل عظمي بس الملابس بتاعته موجودة والحذاء اللي كان لابسه ما جرالوش حاجة. فقالوا ده جثة طفل، جمجمة وعظام وبتاع. استدعوا الشرطة جت استدعت الطب الشرعي او النيابة، جو خدوا الجثة او اللي باقي من بقايا الجثة وودوه المشرحة. وقعد الاسم اللي هم خاضعين له اسم فرسقوط قعد يدور في البلاغات اللي هي متقدمة ان في اطفال غايبة وبتاع، فوجدوا ان الطفل ده عنده 6 سنين، ابوه فلان الفلاني وامه فلانة الفلانية، عملت محضر في اليوم الفلاني من 8 سنين، تعالوا نستدعي امه وابوه يتعرفوا على الجثة يمكن تطلع. عرفوه من الملابس الداخلية، من الملابس بتاعته قصدي، وعرفوا ان الكوتش اللي كان لابسه هو ده، وخلاص يعني ده اتعرف. طب عايزين نعرف الجانب بقى، مين ممسوك في الاسم اللي هو كان بيحاول يعتدي على، طبعا بتحريات المباحث وبشغلهم ما شاء الله عليهم وبتاع. اعترف المتهم اللي هو الشاب اللي بقى عنده 27 سنة بعد ارتكاب الجريمة، ما كان عنده سنه 19 سنة والآن وصل 28 سنة أو 27 سنة. اعترف تفصيليا بالواقعة ويقدم قريبا إلى المحكمة الجنائية، وإن شاء الله بإذن الله ده فيها إعدام مباشر على طول، وهيتعدم وهيرجع حق الطفل اللي اتقتل ظلما وعدوانا، ونار أمه تبرد. يعني لما تشوف اللي قتل ابنها اتعدم زي ما قتل ابنها، هو ربنا هينتقم منه والقصاص لابد منه. فأنا بوجه لهم القضية دي والرسالة دي، بقول لهم صحوا ضميركم، لأن فيه لابد من يوم الحساب. يوم الحساب قادم لا مفر منه، قادم على كل شخص ظلم افترى عن الناس بالادعاءات. ده كان فيديونا النهاردة. إذا عجبكم الفيديو أرجو عمل اللايك والاشتراك في القناة، وربنا يكرمكم ويرزقكم وينصركم، ولا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله آمنين سالمين إلى قبر الرسول زائرين.